يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. ما تيجوا بينا نعمل الكشري في الكيس الحراري اللي طالع ترند جديد وقالب السوشيال ميديا. يلا بينا نسمي الله كده ونصلي على الرسول. واحب اعرفكم بنفسي في البدايه انا ايمانات، اتمنى لاول مره يشوف صفحتي يعمل لايك وشير للفيديو ومتابعه للصفحه. احب اعرفكم الاول في البدايه بالاكياس الحراريه، ده نوعين اتنين منهم. اوعى حد يعمل في الاكياس بتاعه التلاجة دي يا جماعه، انا بوريها لكم اهو، بقول لكم لا دي مش زي دي خالص. الاكياس الحراريه في منها نوعين، نوع كبير ونوع صغير ونوع وسط كمان. تمام. بتتباع عند اي حد مستلزمات الحلواني او في كارفور، او في المحلات اللي بتبيع الاطباق الفويل واطباق العيد ميلاد والكلام ده كله. تمام. هنسمي الله كده ونصلي على الرسول في كومنت ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. انا هنا معايا حوالي نص كيلو من الرز. تمام. انا الكمية بتاعتي دي اصلا تحتاج كيس اكبر من ده بكتير، بس انا يعني هقول لكم انا عملت ايه في البداية دلوقتي. هنا بقى بضيف كده العدس اللي بجبة. العدس دوت ربع كيلو، انا نقعته لمدة ساعة، غسلته الاول طبعا وغيرت ما عليه كذا مرة ونقعته لمدة ساعة. ورحت جايه حاطاه في الكيس كده، وكمان حطيت عليه ربع كيلو من العدس الاصفر. هتقولوا لي انت بتحبي تحطي عدس كتير؟ اه، بحب احط عدس كتير لانه بيدي طعم وقيمه غذائيه عاليه جدا للكشري. تمام. انتوا عايزين تقللوا براحتكم خالص، يعني دي في ايديكم انتوا. حطيت هنا نص كيس مكرونه سباكيتي، فلقيتها مقطعاها كبيره شويه، رحت جايه ايه مقسمه التقطيعه بتاعتها كل واحده لاتنين زي ما احنا شايفين كده، كده زي الفل. وهحط كمان نص كيس مكرونه من الصغننه دي، مش عارفه اسمها مرمريه. هنا التركايه بتاعتي بقى اللي محدش بيستخدمها خالص، بصلايه مفرومه ناعم. ضفت التوابل، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. وعايزين تحطوا انتوا اي توابل من عندكم مفيش مشكله. هقلب كل المكونات، فلقيت الكيس معايا خلاص يعني اتملى، فقررت ان انا اقسم المكونات على كيسين اتنين اهو زي ما انتوا شايفين كده. ورحت جايه جايبه الكيس ده، حطيت فيه شويه زيت ومعلقه من السمنه البلدي. السمنه البلدي طبعا بتفرق جدا في طعم الكشري يا جماعه، مفيش حد طبعا بره هيبيع لنا كشري فيه سمنه بلدي، مستحيل. ده احنا بنشتري العلبه بيبقى فيها يعني معلقتين وشكرا على كده، وغلوها بقى بسعرها قد كده. تمام. تمام كده زي الفل. هروح جايه بقى مزوده هنا الميه بتاعتي. تزويده الميه اكننا بنعمله في الحله، يعني هتكون بسوى الرز كده. قالوا لحد فين؟ اهو تمام كده. يلا بينا على الفرن بقى. هنا بقى بعمل الصوصات بتاعته او الدقات بتاعه الكشري. حطيت في كسرولة كده معلقتين من الزيت وحوالي 5 6 فصوص توم مهروسين. انا طبعا بفرز التوم من السنه للسنه. واول لما احمروا كده حطيت عليهم طشه من التوم، وقلبتهم تقلبتين كده. وكان ما عنديش بصراحه طماطم فريش، رحت جايه حاطه معلقه كبيره من معجون الصلصه، اي نوع انت تفضليه. ورحت جايه مقلباهم كده لحد ما دابوا خالص مع التومه والزيت والخل. ورحت جايه مزوداهم بالميه. لو ما عندكيش ميه في الوقت ده وعندك شوربه مفيش مشكله، بيديها طعم وتست اعلى. هحط الملح بقى والفلفل الاسود والشطه بتاعتي وهقلب كده. تمام. اول لما تغلي خلاص هطفي عليها، وكده هيبقى الصوص الاحمر اللي هي الدمعه جاهزه معايا. يلا بينا نعمل الصوص البني اللي هو الدقه. هنا جبت كسرولة تانية، حطيت فيها شوية زيت ونزلت فيها بشوية توم. ورحت جايه محمراهم، خليتهم لونهم بقى ذهبي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده زي الفل. وهروح جايه مزوده عليهم معلقه من الكزبره الناشفه المفرومه، وكمان نص معلقه من الكمون. وهحمصهم شويه مع التومه لحد ما ريحتهم تطلع كده تبقى جميله. هحط عليهم شويه خل، بس انا مش عارفه لقطه الخل راحت فين. شكلي كده حذفتها في المونتاج. وبعد كده هروح جايه مزوده الميه بتاعتي او الشوربه حسب اللي موجود عندك. تمام. وهسيبهم لما يغلوا غلوتين، وهروح جايه ضايفه عليهم بقى الملح والفلفل الاسود والشطه بتاعتي، وهقلب. واول لما تغلي خلاص يبقى كده معايا الدقه جاهزه. تمام كده زي الفل. يلا بينا بقى نشوف الكشري اخباره ايه. اهو بوريكم هنا دي الدمعه الحمراء ودي الدقه معايا، بقوا جاهزين معايا اهو زي الفل على الاكل على طول. يلا بينا بقى نطمن على الكشري اخباره ايه، والطريقه الجديده ديت حلوه ولا مش حلوه وتستاهل التجربه ولا لا. تمام كده. احنا عارفين طبعا ان الطريقه دي قلب السوشيال ميديا، وكلنا عارفين ومتاكدين ان هي الفكره بتاعتها يعني مش بتاعت كل الناس اللي طلعت عملتها على السوشيال ميديا. اول حد طلعها خالص وشفته عاملها يا جماعه شيف حنان جمعه، اللي هي زوجة الشيف محمود عطيه.
تمام. شوفوا بسم الله ما شاء الله، الكشري تحفه تحفه تحفه، ومفلفل ومستوي وجميل جدا. يعني بصوا بيقول لكم تعالوا دوقوني، ما شاء الله. بجد تسلم ايدك يا شيف حنان على الفكره العبقريه بتاعتك دي. تمام. قلت بقى ادوق معاكم كده. جبت شويه كده في قلب طبق، وهحط عليهم حبه من الدمعه، وهندوق بقى وناخد التجربة. وبألف هنا وشفاء على قلبكم يا رب. وما تنسوش اللايك والشير والمتابعة للصفحة. وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات كتير. طبعا الوصفة اخدتني من دمجت فيها ونسيت اقول لكم صلوا على النبي في البداية. تمام. فما ننساش نصلي على النبي، اهم من الفرجة على الفيديو يا جماعة، واهم من اللايك، واهم من الشير، واهم من اي حاجة الصلاة على النبي في كومنت. يا سلام يا سلام. عايز